السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نتكلم معكم على واحد الموضوع في بالغ الأهمية اللي كيهم شريحة كبيرة من المغاربة، وخصوصا الناس اللي كان عندهم رميد وحسب السلطات غادي يوليو يستافدوا من لاموق ديال سينساس. هذا الموضوع كيهم 3 مليون و900 ألف أسرة، أي ما يناهز 10 المليون من المواطنين. وأنا شخصيا تعطلت فاش نحط هذا الفيديو، ولكن المهم في المجال خير ينفع. المهم اللي مازال ما اشترك في القناة يشترك في القناة وضغطوا على زر الاشتراك ودعمونا الله يخليكم، وفتحوا معايا عقولكم. معلومات مهمة ومهمة بزاف خاصنا نعرفوها قبل ما نتصيدوا. ويلا بينا للشرح. كيف ما قلت لكم الدولة نزلت قانون 1872، القانون اللي كيهدف إلى تسجيل جميع السكان بالسجل الوطني للسكان، وكذلك بالسجل الاجتماعي الموحد. اش كيعني هذا؟ باش نفهمو مزيان بلاتي نرجعوا شويه اللور. عقلتوا في الايام ديال كورونا وخصوصا في الحجر الصحي بزاف ديال الدول عطات الدعم للفئات الهشه، يعني الفئات اللي ما بحالهمش، والمغرب حتى هو بغى يدير نفس الشيء، يعني يعطي الدعم للفئات المتضرره. الدوله حارت شكون هما هاد الفئات وكيفاش تحدد هاد الناس اللي خاصهم يستافدوا من هاد الدعم، وشنا هما السبل باش نحددوا هاد الناس، وشنا هي المعايير اللي تعتمد عليها في توزيع الدعم. فكرت الدولة مزيان ودورت الموضوع في راسها مزيان وناقشته، وما بان ليها غير قاعدة البيانات ديال الرميد. ولكن الجائحة ضربت الخضر واليابس، ما ضربتش غير الناس اللي جالسين ولا الناس اللي كيبيعوا يشريو ولا الناس خدامين، ضربت كل شيء. بزاف الناس اللي كانوا خدامين وجلسوا ما بقى عندهم لا حنين لا رحيم، وحتى هما تحنسروا ولاو في حاجة ماسة للدعم. كيفاش تعرفهم وكيفاش تحددهم؟ كما دارت الدولة في الموضوع الأول، الدولة التجأت لقاعدة البيانات ديال الصناديق الأخرى بحال سينساس وكنوبس. رغم هاد الاجتهادات كلها اللي دارت الدولة باش تعرف الناس المضرين من الجائحة، بقاو المشاكل. وهذا هو السبب اللي خلى الدولة تتسرع في تنزيل هذا القانون، أي قانون السجل الاجتماعي الموحد. على فكرة، موضوع السجل الاجتماعي الموحد كان بادي هذا شحال هذا من 2018، ماشي بسبب كورونا، ولكن كورونا كانت هي السبب في التسريع في تنزيل هذا القانون. في الاول كان غير بروجي، وفي 2020 ولا مشروع قانون وتصادق عليه في 2021، وخرجوا النصوص التنظيميه والتطبيقيه ديالو، اخرها خرج في نوفمبر 2022. شنو هو السجل الاجتماعي الموحد؟ السجل الاجتماعي الموحد هو واحد قاعده البيانات اللي كتمكن من معرفه الوضع الاجتماعي لكل اسره كتعيش في المغرب. يعني الا كان المغرب عنده هذا السجل قبل من كورونا ما كانوش يكونوا مشاكل في توزيع الدعم. هاد السجل من بعد التسجيل فيه واستكمال جميع المعلومات كيعطي واحد التنقيط لكل أسرة، والدولة كتكون عارفة ابتداء من هاد التنقيط إلا بغات تعطي شي دعم من أي تنقيط كتبدا ولا شي حاجة، بحال الدعم ديال الأرامل، الدعم ديال برامج تيسير الأسر اللي عندها أطفال في المدارس العمومية، وكذلك البرنامج اللي كنهضروا عليه اليوم واللي هو بالغ 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 الأهمية، أو أي برنامج آخر. التنقيط ولا النقطة باش تستافد من لام التضامن هو 9.326 428 4. هذا القانون طبق مباشرة من بعد صدور جميع النصوص التنظيمية ديالو، وبدا بعمليته القنيطرة والرباط هما الأولين، وتعمم في المغرب كامل في النصف الشهر ديال 12. يعني الموضوع باقي جديد وخاصنا نعرفوه. أنا عارف راسي كثرت عليكم، ولكن غير بشوية، أنا غادي نفهمكم كل شيء، غير خليك مركز. المهم هذا القانون كيتكون من جوج ديال قواعد البيانات، وملي كنقول قاعدة البيانات ماشي شي حاجة، يعني واحد طابلو مكتوب فيه جميع المعلومات ديال الناس اللي كاينين، كلشي مكتوب فيه جميع المعلومات ديال المغاربة والأجانب اللي ساكنين في المغرب. شحال من أسرة كاينة، كل أسرة شحال فيها من شخص، شحال كتدخل هاد الأسرة، شحال فين ساكنة هاد الأسرة، شحال من بيت في الدار فين كتسكن، وبزاف وبزاف، وشحال كتصرف وزيد وزيد. قاعدة البيانات الأولى هي السجل الوطني للسكان، كيكونوا فيها معلومات على الأشخاص سواء مغاربة أو أجانب. كما قلت لكم الأجانب اللي مقيمين في المغرب ماشي جميع الأجانب، يعني معلومات ذات طابع شخصي بحال الاسم، تاريخ الازدياد، العنوان، صورة بيومترية إلى آخره، المسائل اللي تتعلق بالشخص. من بعد ما كتسجل في السجل الوطني للسكان وكتمشي للمقاطعة باش يتحققوا من المعلومات ديالك في المقاطعة، كيعطيوك واحد الرقم ديالك الخاص اللي كيبقى معك حتى كتموت، اللي كيتسمى المعرف المدني. قاعدة البيانات الثانية هي السجل الاجتماعي الموحد. مباشرة من بعد ملي كتسجل في السجل الوطني للسكان، رب الأسرة كيتسجل في قاعدة البيانات الثانية، وكيكونوا معلومات على الأسرة ومعلومات اقتصادية واجتماعية.
فيها تقريبا حوالي 35 سؤال، ومن بعد عاد تقدر تستافد. واحد الملاحظة، المعلومات اللي كيطلبوها هي شحال كتصرف ماشي شحال كتدخل، وكل ما كتزيد في المصاريف يعني راك ميسر عليك الله. وردوا بالكم كاينين عقوبات للناس اللي غيدخلوا معلومات مغلوطة. الملاحظة الثانية، كيعنيو بأسرة جميع الأشخاص اللي كيسكنوا في سقف واحد، يعني إلا كان الجد وجدة والدين جوج ولاد ولا ثلاثة وهذوك الولاد حتى هما مزوجين وعندهم الولاد ديالهم، ولكن كلشي عايش في دار وحدة تحت سقف واحد، كتعتبر أسرة وحدة. هذا بالنسبة للسجل الاجتماعي الموحد، لأن في السياسات تعريف الأسرة شيء ثاني ماشي بحال السجل الاجتماعي. السجل الاجتماعي كيقول لك بأن أسرة في سقف واحد، يعني عنوان ولا أدريس ولا الأدريسات محددة شحال كتكون فيها من واحد، هذوك أسرة. يقدر يكون واحد العنوان يكون فيها شخص واحد كيتسمى بأسرة، ولكن يقدروا يكونوا واحد ساكن هو واحد صاحبه ولكن في عنوان واحد في دار وحدة، هذوك حتى هما كيتسموا أسرة ولو أنهم ما عندهمش واحد الرابط ديال الدم بيناتهم. ومن بعد ما كتسالي هاد الإجراءات يكون عندك التنقيط ديالك كيخوليك تستافد. كتبقى عندك التغطية الصحية بصفة مؤقتة، كتبقى عندك بصفة مؤقتة حتى كتكمل التسجيل في السي ان اس اس. كتعمر هاد الاستمارة، ها هي غتبان هنا، وكديها المقاطعة باش يفاليديها لك القيد. من بعد كيتأكد من أن التنقيط ديالك قل من النقطة اللي قلت لكم هي 9326 428 4، وكديها للسي ان اس اس، ودابا عادي يمكن لك تنعس على جنب الراحة. كيفاش كتبقى عندك التغطية الصحية بصفة مؤقتة؟ إلا كانت لاكارت الراميد ديالك كتسالي في 6 شهور الأولى ديال 2023، لا سي ان اس اس كتعطيك شهر واحد من بعد ما كتسالي لاكارت ديالك وكتقطع. إلا كانت لاكارت ديالك كتسالي في 6 شهور الثانية ديال 2023، آخر أجل عندك باش تجدد وتسجل في السي ان اس اس هو 30 يونيو 2023. والناس اللي مازال عندهم لي كارت حتى 2024 ولا 25 ولا ما نعرف، هذوك اخر اجل ديالهم هو 30 نوفمبر 2023. يعني الناس اللي عندهم لي كارت ديالهم مازال صالحين خاصهم يمشيو من دابا يكملوا الاجراءات ديالهم في السي ان اس اس باش يستافدوا قبل ما يقاطعوا لهم. اظن حتى لهنا وإلا كنتم متبعين معايا غادي تفهموا علاش كنهضر. يعني الناس اللي كان عندهم راميد وحولوهم لامو ديال السي ان اس اس ما غاديش يستافدوا من التغطيه الصحيه الا ما تسجلوش في اقرب وقت في السجل الاجتماعي الموحد. واخا يجيك الرقم ديالك ديال لامو وتاخذ شهاده تسجيل بنظام التامين الاجباري الاساسي عن المرض الخاص بالاشخاص الغير قادرين على تحمل واجبات الاشتراك. الله يخليكم، الا كنتم مهتمين بالموضوع ديال الامو تضامن اللي كيخول الناس اللي كان عندهم راميد يستافدوا من التغطيه الصحيه، يسارعوا بالتسجيل في السجل الاجتماعي الموحد لانه فيه بزاف ديال الاجراءات. تسجل في سجل السكان ومن بعد تمشي للمقاطعه كياكدوا لك المسائل ديالك، وكتسجل في السجل الاجتماعي الموحد، ومن بعد كتسجل في السي ان اس اس كتعمر استماره. كاينه استماره اللي كتعمر اونلاين وكاينه استماره اللي كتعمر بورقه، يعني كتخرج الورقه من الموقع ديال السي ان اس اس وكتعمرها وكديها وكتباع حتى في المكتبات. الا بغيتوني ندير لكم فيديو كيفاش نتسجلوا في السجل الاجتماعي الموحد والخطوات ديال التسجيل خطوه بخطوه كتبوها لي في التعليقات، وإلا وصلني عدد لا بأس به من التعليقات ندير فيديو ونشرح فيه جميع الخطوات من طق طق حتى السلام عليكم. وفي الأخير كنشكركم على المتابعة ديالكم وكنتمنى تشتركوا في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.